ناطرين المغرب يخسر. بركان مغربي ينضرب في وش زامبيا في المباراة النهارده. واخو خوتي على ربحوا هادو. لاعبين المغرب أسامة طنان وأيوب الكعبي أكدوا لنا أنها ليست صدفة. هدول ما المغرب، دول اسبانيا تيكي تاكا 2010، اسبانيا 2012، برازيل 2002. خلاص عودة منتخب المغرب. المغرب حضر، المغرب رجع، هو ده المغرب اللي احنا نعرفه. جوارينا تبانوا لي فرحانين بالتأهل. انا ما على بالكمش مع من طيحوا ولا دزوا اولين. علاش؟ مجموعة المنتخب الجزائري طيح مع ميردوسي، تسمى يا السنغال يا المنتخب الكونغو الديمقراطي، يعني حبيتوا تنحوا اكبر المنتخبات قبل الوصول لمرحلة الحسم. معليش يا خرابي على اللعب، يا لهوي على اللي انا شفته من المغاربه النهارده. انا شفت المغرب نازله تنتقم، اداء يخوف، نازله ترعب. يا ركراكي على بالي راك فرحان وراك تقول بلي تأهلت الأول في المجموعة الأولى ب7 نقاط وعندي منتخب قوي لأني فزت في المباراة الأخيرة مع زامبيا 3-0. أنا نقول لك بلي ما عندك منتخب قوي، دوك نفهمك علاش. يا خرابي شنو هذا؟ والقرع واليوم اصدق اكتشاف كبير. عاوتاني الماتش تاع المغرب زامبيا ماتش مخدوم، حسب لهم بيت اورجو تاع الكعبي كوت سيزو في وسط الماتش تماس المنتخب الزامبي ما طاهالهمش راح عطاها للمغرب. ماتش مخدوم بصح ما عنديش دليل. صلوا على النبي، صلوا على النبي، صلوا على النبي. ناطرين المغرب يخسر. روح نام روح نام روح نام. يعني ما تفرحوش ردوا بالكم. إلا تلاقيتهم هنا ولا مع الكبيرون ردوا بالكم. يا الحمد لله على السلامة يا عم. المنتخب المغربي يمتع ويبدع ويقنع ويبدأ مشواره الحقيقي في بطولة كأس الأمم الأفريقية. فكانت النتيجة ان زامبيا طاحت والمغرب رسخ الهيبة. سامعني يالا اللي اسمك ويلسون اللاعب بتاع زامبيا لما قال لك قبل المباراة ان منتخب المغرب منتخب منفوخ اعلاميا، ادي نفخك بره البطولة ورعك 3 بالمستريح. نعم يا توني كروس، هذا هو المغرب اللي راح ينافس على كأس العالم، هذا هو المغرب اللي عرفناه بكأس العالم في قطر، هذا هو المغرب رابع العالم، منتخب مغربي قوي جدا. المغرب بيقول لك اللي خايف يروح. يا ابني يا حبيبي لو انت بتحلم تكسب كأس افريقيا السنة دي انسى، المغاربة مش هيفرطوا في كأس افريقيا هذا العام. رعب كل المنتخبات اللي مستنيه تقابل منتخب المغرب، كل حاطط ايده على دماغه بيقول لك يا رب ما قابلش المغرب. النهارده منتخب المغرب فتح مدرسه الفن والهندسه، ايوب الكعبي وباك وورد عالمي. يا جماعة قلنا المغرب فيها مشكلة في التنظيم، محدش سمع الكلام. في مشكلة يا باشا، في مشكلة في البث، اثبت لك. انا كل ما افتح التلفزيون الاقي المنظر ده، الاقي كابتن ماجد طالع لي كده. ما هو ده، ما ده اكيد في مشكلة، النت معلق، في مشكلة. لازم السلطات المغربية تتعامل مع الموضوع ده. هذا هو المغرب، هذا هو المغرب الكاسح، هذا هو المغرب المتوقع، هذا هو المغرب المنتظر. لا 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 لا، للتاريخ للتاريخ يا مغرب، للتاريخ يا أسود الأطلس. منتخب المغرب بعد فوز اليوم في أفريقيا تخطى المنتخب الكرواتي، والمغرب الآن تصنيفهم العاشر عالميا. يا ساتر، يعيد نفس هدفه الأول. يا أخوان هذا ما يسجل إلا دبل. يا أخوان هذا ما عنده، ما يسجل إلا دبل. هذا هو صاحي ولا مو صاحي؟ المنتخب المغربي منتخب اوفر ريتد ومنفوخ. يا ظالم انت ما تعلمت منه درس. بكأس العرب ظلينا نحكي هاتوا المغرب هاتوا المغرب لحد ما المغرب فاز بالكاس بفريقه الثالث. كل اللي كانوا يشككون بالمغرب وانه فعلا منتخب ما راح يحقق البطوله وانه مستواه مختلف عن اللي توقعناه، الان اتوقع الامور كلها تغيرت. اليوم المغرب لعبت مباراه كانها تقول انسوا المباراه اللي راحت، لا حد يحاسبنا على المباراه اللي راحت. انا فعلا منتخب مرشح وقوي جدا لتحقيق البطوله. ورايا واحد احساسك تحس بانك تكون خارج رابح وب3-0 ماشي بجوج، نص بيت 4 بيت 3-0. وقالك المغرب هيودع البطولة بدري. تعال بص المغرب، لو عندك فرقة في البطولة افريقيا لعبت مباراة حلوة رجولة وأداء في الملعب زي مباراة المغرب النهاردة، اضرب لها تعظيم سلام. وصل 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 المنتخب المغربي، وصل منتخب المغرب عم ابراهيم، وصل أسود الأطلس، وصلوا إلى كأس الأمم الإفريقية. اليوم أصدقتي شيف كويزيني واعر. اليوم نصبتي لينا طاجين على حقه وطريقه. اليوم نصبتي لينا طاجين بنين، طاجين واعر كلينا صبعنا عليه، اقسم بالله الا كلينا صبعنا عليه. صافي درتي الجلبانه في بلاصتها، القوق في بلاصتو، اللحم في بلاصتو، البصله من التحت. ويدي
منتخب المغرب في منتهى القوه. منتخب المغرب معرفش والله العظيم مين الناس اللي بيقولوا ان المنتخب المغربي سيء ولا المنتخب المغربي وحش، ولا الشعب المغربي اللي فيه فئه كبيره منه كانوا بيطالبوا برحيل الرجراجي. انت بتطالب برحيل الرجراجي ازاي يا مجنون؟ يخرب بيت دماغكم. محللي قنوات بين سبورت بالاجماع بيقول لك منتخب المغرب مرعب، منتخب المغرب المرشح الاول لكاس الامم الافريقيه، منتخب المغرب البطوله بدات معاه، هو ده منتخب المغرب اللي يرعب كل المنتخبات، المرشح الاول لكاس الامم الافريقيه كلهم بالاجماع. المغرب اصبح مرعب، المغرب بعد وضع وليد الركراكي كل لاعب في مكانه اصبح الانتاجيه 100%. المغرب اللي ينزل يديها بالثلاثات والاربعات عملها الزلزولي يا زلزولي. شفت بقى ركراكه يا اخويا؟ شفت لما شدتها موس زي الكابتن حسام حسن؟ بلاش عايز ايه؟ عايز تسرح شعرك؟ مش عندنا والتغيير والخطه ظبطتها، لان انا قايل لك الواد سفيان مرابط برضه مش قد كده، برضه عقبال ما بيلف في نص الملعب بياخد له 3 ايام. انما شوف لي النهارده العيال، الواد مزراوي عامل ماتش عالمي، ابراهيم دياز، شفت ابراهيم دياز؟ كابتن ابراهيم دياب يعني 60% 90% من قوه المغرب الهجوميه في الراجل ده مش طبيعي. الراجل ده كل مباراه مساهمه هدفيه. اسامه طنان في نهائي كاس العرب سجل هدف من نص الملعب بتسديده صاروخيه على مرمى الاردن، وبعد هدف اسامه طنان في النهائي بعض الناس قالوا انها صدفه، وبعد هذا التشكيك تحسبون طنان سكت؟ لا والله اثبت انها ليست صدفه، وسجل هدف تاريخي في الدوري القطري من 40 متر، ويعتبر هدف من مسافه بعيده جدا، وهذا يؤكد ان اهداف اسامه طنان تعتبر عاده يكررها. ونفس الشيء تكرر مع اللاعب ايوب الكعبي لما سجل هدف مقصيه ضد جزر القمر، وفي بعض الناس قالت ان هذه صدفه، واليوم ايوب الكعبي اكد انها عاده وسجل هدف مقصيه ضد زامبيا ثبت فيها الحارس. يعني ايوب الكعبي كرر نفس الهدف بالضبط في 5 أيام فقط. لا شيء اصعب عند المغربيين. المنتخب المغربي يفوز على المنتخب الزامبي بحفله من الاهداف، مباراه تالق فيها الجميع وعلى راسهم المدير الفني وليد الركراكي اللي النهارده بيثبت ان هو عنده حاجه يقدر يقدمها على المنتخب المغربي. مباراه وان سايد جيم، منتخب المغرب على مدار ال 90 دقيقه زانق منتخب زامبيا زنقه الضفادع. النهارده لما تيجي تتفرج على المباراه هتلاقي ان منتخب المغرب حرم زامبيا من كل حاجه، حرمه من التسديدات على المرمى، 0 تسديد على المرمى. النهارده شفنا ياسين بونو قاعد يلعب ببجي طوال المباراه، مش في دماغه ولا اي حاجه، حرمه من صناعه اي فرصه، حرمه من الاستحواذ في الشوط الاولاني، وكان ناقص انه يحرمه من الميراث. ابراهيم دياز تمريرات، تسديدات، مراوغات وتسجيل الاهداف. الكعبي ومقصيه للتاريخ وتسجيل هدفين في المباراه. عبد الصمد الزلزولي وقلب شكل المنتخب المغربي. هذا المغرب سينافس على كاس العالم ويصبح الحلم حقيقه بان يكون احد المنتخبات العربيه قادر على المنافسه والظفر بكاس العالم ان شاء الله. زي ما انت شايف كده ايوب الكعبي كل ماتش بهدف عالمي، ما بتحصلش دي. ايه ده يعني منتخب كامل متكامل، وانا صعبان عليا اي منتخب هيواجه المغرب في الادوار الاقصائيه. يا جماعه افريقيا فقيره قوي قدام المغرب، المنتخبات العربيه والله كلها فقيره قوي قدام امكانيات لاعبي المنتخب المغربي. المغرب النهارده سلخت منتخب زامبيا، فازت عليها بثلاثيه. عايز اقول رساله، الناس اللي كانت مستنيه سقوط منتخب المغرب، كان في ناس يا مؤمن وصل بيها الدرجه الحال انها تقول منتخب المغرب هيخرج من البطوله، منتخب زامبيا هيفوز على المغرب وهيقصيه، ولو صعدت هتصعد بالمركز الثالث. ده في ناس قالت المنتخب المغربي محتاج ضربه جزاء عشان يصعد. شوف اليوم الخروج بالكره، سلاسه الخروج بالكره، قدرتك على السيطره على نص الملعب كانت مختلفه اليوم. عز الدين أناحي شفت لما بتخليه بالملعب شو ممكن يعمل لك اليوم؟ اسيستين وكي باس اعتقد، يعني اذا انا بتذكر اسيستين وكي باس، واحده منهم اسيست لايوب الكعبي، كابتن ماجد كعبي ما شاء الله تبارك الله. منتخب المغرب الفتره اللي فاتت ما اعرفش كان فين، كان في حته ثانيه، لكن النهارده لوحه فنيه متحركه داخل الملعب. عبد الصمد الزلزولي، ابراهيم دياز، ايوب الكعبي بالهدف اللي بيسجله، التحركات وناهي تحركات جميله جدا. الشيبي اللي بيشارك لاول مره في البطوله النهارده بيقدم استعراض راقي سامي عالي جدا. فرص بتضيع من جمالها، انت بتسقف، اهداف بتتسجل. اهداف منهم هدفين مقصيات، يعني الهدف الاول ما كان مجرد صدفه لانه عاد نفس الهدف تقريبا امام زامبيا. نحكي الف مبروك لعوده اشرف حكيمي من الاصابه اللي راح يعمل فارق كبير اكيد مع المنتخب المغربي، او الف مبروك على التاهل الرسمي للدور ال16 كمتصدر للمجموعه، ولكن لحد الان خصم المغرب في دور ال16 مش معروف. ثلاثيه نظيفه و3 نقاط وصداره المجموعه وزائد 5 أهداف كصداره للاهداف المجموعه. كل شيء رهيب جدا سواه المغرب في هذه المجموعة. ألف مبروك الجمهور المغرب، منتخب مرشح بشكل واضح جدا، وما عليكم من الكلام اللي انقال. أرضية الملعب تثبت لنا أن هذا المنتخب فعلا يريد تحقيق هذه البطولة. ما حد ما اتفرجناش على كورة من ساعة البطولة ما بدأت غير مباراة المغرب وزامبيا.
بصراحه منتخب المغرب بيقول لافريقيا كلها انا جيت. الاسد حاضر، الملك حاضر. تحيه لعيبه المغرب اللي ردوا على العالم كله النهارده وقالوا لهم المغرب بخير، المغرب فوق الجميع، المغرب بمن حضر. تحيه لعيبه المغرب الرجاله بجد. اللي شفناه النهارده قدام زامبيا احنا ما شفناش من اول البطوله، يعني ما شفناش قدام مالي وجزر القمر، احنا النهارده شفنا وجعه مطينه بطين من المغرب هتحصل. اللي عايز بقى يلاعب المغرب هيجي، جهز نفسك، الادوار الاقصائيه جايه، وهو ده المنتخب المغربي، هو ده منتخب المغرب. اما اللي شفته قدام مالي ده انا ما اعرفش مين دول، اما اللي شفته النهارده شفت حاجه تخوف. عوده حكيمي، نزل ابو الزلازيل، نزل خماش. هذا هو الطاجين القرا اللي تبقى تنصب لينا ديما. الله يرحم باك، الله يرحم باك. قيد المقادير في ورقه، هاد المقادير اللي درتي اليوم قيدهم في ورقه وما تنساهمش، ديما هزهم معاك في جيبك. احسن مقادير درتي اليوم، درتي مقادير واو 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 واو. بيطالب برحيل وليد الرجراجي عشان بس اتعادل مع المنتخب المالي، مع انه كسب اول مباراه وفاز على جزر القمر وفاز على زامبيا بالثلاثه وصعد متصدر المجموعه ومعاه 7 نقاط ومركز اول وباشا دخل فيه جول ومسجل 6 اهداف واقوى خط هجوم. بتطالب برحيله. انا مش قادر افهم، انا مش قادر افهم اقسم بالله. ولا انتوا التارجت بتاعكم ان انتوا تكسبوا كل ماتش 6، فالماتش اللي بيبقى اقل من 6 بنطالب برحيل المدرب؟ مصري مش كده يعني، مصري مش كده خالص. النهارده بعد الانجاز اللي عمله وليد الركراكي وانا شايفه انجاز، المباراه السابقه كله بيقول له ارحل، النهارده وليد الركراكي عمل تشكيك منتخب المغرب اللي هيفوز بيها بكاس الامم الافريقيه. وليد الركراكي النهارده كل محللين بين سبورت اللي اتعود على الضغط اللي وصل بالمنتخب المغربي لربع العالم، هو ده منتخب المغرب والتشكيله الامثل اللي هتفوز بكاس الامم الافريقيه. فين الناس اللي كانت بتهاجم وليد الركراكي؟ فين الناس اللي بيقولوا ارحل في وسط البطوله؟ لان منتخب المغرب منتخب كبير، قوته موجوده، وانا عايزك يا مغرب ربنا يديك الصحه وتكمل، كمل بقى وخرج بقى اشرار افريقيا بقى، لاعب كوت ديفوار يكسبها، لاعب نيجيريا يكسبها، واحنا باذن الله لو اتقابلنا في النهائي هنتراضى انا وانت واحد يا مغرب اخويا، هنقعد مع بعضينا وبتاع، انت تديني حريره، انا اعزم عليك بكشري، اديك محشي، تديني بسطيله عشان ربنا يكرمنا، ربنا يكرمنا. بس المهم خلص لي بالدنيا دي، كمل يا ركراكي كمل عشان ربنا يكرمنا ونكسب. النهارده زامبيا ما شافوش الجون، ده الواد بونو، يعني بونو سافر رجع يلعب ماتش مع الهلال السعودي، قال لك سلام عليكم هروح، رجع لهم انتوا لسه بتهاجموا لسه وزامبيا مش موجوده. منتخب زامبيا فاز ببطوله الشباب لاول مره تحت 17 سنه 2017 فين؟ في زامبيا. البطوله شباب تحت 17 سنه. طلع لعيب بقى بعد ما الفوز بقى وفي نشوه الفوز بقى وهو بقى مش مركز، قال للصحفي ايه بقى؟ انا كنت بحلم بالبطوله دي من 27 سنه. ظرفنا ابن الورمه يا خراب بيتك، ظرفنا ابن الورمه. اداء ممتع من المنتخب المغربي، اداء كنا مفتقدينه من المنتخب المغربي في المباراتين اللي فاتوا. وضيف على كده ان المنتخب المغربي النهارده استعاد خدمات اللاعب اشرف حكيمي اللي نزل في بعض الدقائق من الشوط الثاني، اللي بيكمل بيه القوه الضاربه للمنتخب المغربي، لان اشرف حكيمي قطعه نادره في الكره الافريقيه، ووجوده مع منتخب المغرب يعزز من فرصهم في المنافسه على البطوله. اللي فورت في الامكانيات ممكن يعني المغاربه ما يكونوش راضيين عن المنتخب المغربي بنسبه 100%، بس انا احب اطمنكم اصلا ان بقيه المنتخبات اصلا مش اللي تخوف، يعني الكل واقع، والله منتخبات افريقيا كلها واقعه، فالمغرب افضلهم، المغرب كله بيحلم، انا عارف ان كله بيحلم، بس انا صعبان عليا اللي هيتصدموا في الاخر. هم دول اسود الاطلس، تمرض ولا تموت. الناس اللي كانت بتشكك فيهم، الناس اللي كانت بتقول منتخب المغرب بقياده وليد الركراكي باي باي ونصروا من كاس العالم واللي حصل في كاس العالم النهارده، وبعد اجتماع فوزي لقجع مع وليد الركراكي قبل المباراه وقال لهم انت رجل المرحله. النهارده شفنا عزيمه، شفنا اصرار، اهم اسود الاطلس اهم. يلا اقعد في الكومنتات ابكي قول تسلل، ابكي قول تسلل، بس متع عينك كعبي، فديت كعبك انا. شكرا للعيبه المغرب الرجاله. انا عايز كل الناس تعمل فولو ونبطش الفيديو، خلي العالم كله يسمع عودة الاسد.